برشا ناس تسمع غرفة الشذوذ أو زراعة الشعر لكن ما تعرفش بالضبط شنو هو اللي يصير وقت العملية. والفكرة بسيش التقنية اسمها فيو اف يو او follicular unit extraction، وهي عبارة على اقتطاف البصيلين من المنطقة المانحة لا زون دونوس اللي هي المنطقة الخلفية للرأس بالبصيلة بالبصيلة، ومن بعد نزرعوهم في المناطق الفارغة وهم المناطق الأمامية أو لزون ديغاري. وعملية زراعة الشعر تتعمل سوز انستيزي لوكال، معناها نستعملوا البنج الموضعي. معناها pendant l'intervention لو باسيون يبدا فيك، يبدا يحكي معنا، يشد تليفون، يجاوب على لي زابيل، يدخل على لي ريزو سوسيو عادي. العملية ما فيهاش جروح كبار، ما فيهاش تخيط، والنتيجة تبان ناتورال إذا تتعمل طريقة سهلة. وقبل كل عملية زراعة يلزم يكون فما كونسلتاسيون بريغريف. في الكونسلتاسيون هذه نجاوبوا على 3 أسئلة. السؤال الأول: هل الزراعة ممكنة في حالة المريض ولا لا؟ السؤال الثاني: هل النتيجة باش تكون ناجحة ومضمونة وكما يتوقعها الباسيون ولا لا؟ والسؤال الثالث: لا استراتيجي دو لا غريف، وفيها نحكيو على تصوير خط الجبهة لا ليني فرونتال، منين تبدأ ومنين توفى، كيفية توزيع البصيلات في المنطقة الفارغة باش الكثافة تكون هارمونيوس وباش نتيجة الزراعة تبان طبيعية. وإذا تحب تعرف معلومات أكثر على تقنيات زراعة الشعر والفرق ما بيناتهم، اعمل فولو والفيديوهات الجاية باش نفسر لكم أكثر دي ديتاي.